قالوا له طلق زينب زي ما اخواتها التانيين اتطلقهم. قال لهم لا والله لن افارق زوجتي وحبيبه قلبي. كان بيحبها بجد وكانت مراته بتحبه بجد. فقال للصحابه دي قلاده خديجه. بص في الارض وقال لها انه الفراق يا زينب، انه الفراق يا حبيبه القلب. يا معشر المسلمين اني زينب بنت محمد وقد جاءنا ابو العاص مستجيرا فاجرناه فاجروه يا اهل الاسلام. قال لهم أما وقد أعطي كل شيء حقه فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماتت زينب يا رسول الله، ماتت حبيبتي وشقيقة قلبي. قصة حب زينب بنت محمد وأبي العاص بن ربيع قصة حب حقيقية، مش في الأفلام والمسلسلات. فيها حب نقي وجميل وغلفه جمال الإسلام. تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة بنت خويلد ورزق منها بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. لما زينب كبرت جالها خطاب كتير وكانت بترفضه. خلي بالك احنا بنتكلم في الجاهلية، يعني هي بنت مين؟ هي بنت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قبيلة بني هاشم، ودولت من أحسن الناس في العرب. وعندك أمها السيدة خديجة بنت خويلد، دي كانت من أشراف مكة برضه. فأي حد عايز يتجوز زينب بنت محمد لازما يكون عنده شرف كبير، لأن هو شرف كبير ليه إنه يتجوزها. فكان خطاب كتير جدا كانوا بيتقدموا ليها وبس هي كانت بترفض، لحد ما تقدم لها ابو العاص بن الربيع. فسالها الرسول عليه السلام تقبلي بيه؟ قالت له اقبل يا ابي. وفعلا اتجوزوا. خلي بالك ابو العاص بن الربيع يبقى ابن خالة السيده خديجه. وفي فرحهم اهدت السيده خديجه لبنتها زينب قلاده ثمينه جدا وغاليه جدا عليهم. وخلي بالكم من القلاده دي عشان هيحتاجها بعدين. وتم الزواج وخلفوا علي وامامه وعاشوا حياه جميله جدا لحد البعثة. في يوم من الأيام نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به كل بيته، بما فيهم طبعا السيدة زينب. وكان أبو العاص ساعتها كان خارج مكة في تجارة مع الشام. ومعلومة كان أبو العاص تاجر قوي جدا وشاطر جدا وأمين جدا، وكان الناس كلها بتديله فلوس يتاجر لهم فيها عشان عارفين هو قد إيه شاطر وقد إيه هو أمين. وخلي بالك من المعلومة دي عشان هنحتاجها بعدين. والسيدة زينب كانت مستنية جوزها على حر من الجمر يرجع من القافلة علشان تقول له إن أبويا بقى نبي وتعالى اسلم معانا واهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. وفعلا لما رجع أبو العاص استقبلته زوجته أفضل استقبال وقالت له إن أبويا بقى نبي وتعالى اسلم معانا. لكن للأسف أبو العاص رفض بشدة. كانت الجاهلية مسيطرة عليه سيطرة تامة. قال لها إزاي يعني أسلم؟ الناس هتقول ده أسلم عشان خاطر هو أبو مراته وماشي وراه وأنا عزيز في قومي وما أقبلش حد يقول لي الكلام زي ده. ولما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وتعرف في كل حتة وتعرف الإسلام، أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام من كبار قريش حبوا يأذوا الرسول جامد على قد ما يقدروا. فقالوا إيه أكتر حاجة تأذيه؟ قال له بناته. فقالوا أي حد متجوز بنت من بنات محمد يطلقها. فساعتها كان ابو لهب عم الرسول عليه الصلاه والسلام متجوز عياله الاثنين لرقيه وام كلثوم بنات الرسول عليه الصلاه والسلام. فراح قال لهم وجهي من وجهكم علي حرام ان لم تطلقوا بنات محمد. وفعلا طلقوهم. وراح زعماء قريش لابو العاص قالوا له طلق زينب زي ما اخواتها التانيين اتطلقهم. قال لهم لا والله لن افارق زوجتي وحبيبه قلبي. كان بيحبها بجد وكانت مراته بتحبه بجد. كانت علاقه حب جميله، لكن مشكلتها ان عصبيه الجاهليه بهدلتها بهدله شديده ولسه هتبهدلها. فضل الوضع كده كتير سنين طويله لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اذن للرسول عليه الصلاه والسلام بالهجره. وفعلا هاجر الرسول. بس ساعتها زينب استأذنت الرسول عليه الصلاه والسلام وقالت له انا هبقى في مكه مع زوجي. وكان ساعتها ايات التحريم ما بين المسلمه والكافر لم تنزل بعد. وفضل الوضع على كده سنتين كاملين لحد ما جاءت غزوه بدر. في غزوه بدر خرج ابو العاص بن الربيع مع المشركين اللي رايحين يحاربوا الرسول عليه الصلاه والسلام، برضه بعصبيه الجاهليه ان هو كبير قومه وما ينفعش يسيبهم. وساعتها انهارت زينب بالبكاء. زوجها راح يحارب ابوها، يا يقتل اباها يا هيموت زوجها ويتم اولادها. وانتهت غزوه بدر. ووقع ابو العاص من ضمن ال70 واحد اللي اسروا من المشركين في بدر. ووصلت الاخبار لزينب فعلمت ان اباها انتصر ففرحت وسالت عن جوزها فقيل انه وقع في الاسر. وطلب الرسول عليه الصلاه والسلام من المشركين عشان يفضوا أسراهم إن كل واحد من الأسرى يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة أو يفدي نفسه بفداء. وجاء المشركون من مكة بالفداء لكل الناس إلا أبو العاص. كانوا متغاظين جدا منه. في الأول في الآخر هو جوز بنت الراجل اللي نفخهم وطلع عينهم في بدر. فساعتها ما لقيتش السيدة زينب أي حاجة تفدي بها جوزها إلا القلادة اللي كانت أمها ادتها لها في فرحها. وبعتت القلادة للمسلمين علشان خاطر تفك أسر جوزها.
فالرسول عليه السلام هو بيشوف الفداء كان بيقول لهم يا جماعه ده فداء مين؟ كانوا بيقولوا ده فداء فلان، خلاص فكوه وطلعوه. ده فداء مين؟ ده بتاع فلان، خلاص ماشي فكوه وطلعوه. لحد ما شاف القلاده اللي كانت غاليه قوي عند السيده خديجه وغاليه قوي عند الرسول عليه الصلاه والسلام. شاف القلاده ضمن الفداء وقال قلاده مين ديت؟ قال له دي القلاده اللي بعتتها زينب فداء لزوجها ابو العاص. فقال للصحابه دي قلاده خديجه، وانا بستاذنكم ان انتوا ترجعوها لزينب بنتي لانها غاليه عليا جامد. فالصحابه اذنوا الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا له خلاص يا رسول الله مش محتاجينها. شفتوا المشاعر المختلطه عامله ازاي ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيحن لزوجته المتوفيه خديجه بنت خويلد، وازاي بنته ضحت بالقلاده العظيمه اللي هي ذكرى من امها الحبيبه علشان خاطر تفدي بيها زوجها الحبيب، وكيف ان الرسول عليه الصلاه والسلام استاذن صحابته علشان خاطر يحافظ على القلاده اللي هم لو كانوا ساعتها قالوا له لا مش موافقين كان ساعتها ما رجعهاش. الحاجات اللي زي دي بتزيد ايمانك بالاسلام وبالرسول عليه الصلاه والسلام، وبتزيد حبك ليه وقد ايه هو خير البشر وافضل الناس واحن الناس علينا. فبيدي الرسول عليه الصلاه والسلام القلاده لابو العاص وبياخده على جنبه وبيقول له يا ابو العاص هل تسلم؟ فابو العاص قال له لا، كانت لسه العصبيه الجاهليه ملياه. فقال له الرسول خلاص رجع لي بنتي تاني، لان ربنا سبحانه وتعالى فرق بين المسلمة والكافر، ويرجع ابو العاص تاني لمكة وتستقبله زوجته افضل استقبال، فرحانة ان جوزها جه. فاول ما شافها بص في الارض وقال لها انه الفراق يا زينب، انه الفراق يا حبيبة القلب. شفتم قد ايه رغم انه كان كافر وعنده عصبية جاهلية لكن عنده مبدأ وكان قد كلمته، وفعلا سلم مراته لاخوه عمرو بن ربيع وقال له وديها لمكة هناك عند المسلمين. فاخوه عمرو طلع بيها على الهودج عشان خاطر يوديها هناك في وسط النهار. وقفوا اهل مكه قالوا له انت رايح فين؟ انت رايح ببنت الراجل اللي بهدلنا ببدر عشان توديها له؟ والله ما طلع ابدا. كانوا مغلولين جدا من اللي حصل لهم في بدر. ساعتها عمرو قال لهم والله لو حد قرب من زينب من على الهودج لا اقتله، وطلع كنانه قوسه وفرد الاسهم على الارض ومسك القوس وقال لهم اللي هيقرب منها هقتله. وكان عمرو ده رامي قوي جدا في السهام، يعني كان هيحصل مقتله. لكن ساعتها طلعت لهم هند بنت عتبه وقالت لهم انتوا بتشطروا على الستات، كنتوا تشطروا على الرجاله اللي كانوا في الحرب. خلي بالك هند اللي مات في الحرب دي ابوها واخوها وعمها، لكن كان عندها مبدا وكان عندها كرامه وبتحافظ على كرامه الستات. بعد كده جه ابو سفيان بن حرب زوجها، وكان ساعتها بقى كبير مكه لان اغلب زعماء مكه ماتوا في غزوه بدر. وخد عمرو على جنبه وقال له يا عمرو انت شفت ابو الست ديت عمل فينا ايه في معركه بدر، فارجع بيها دلوقتي وتعالى كمان يومين كده بالليل ومشي بيها. ووافق عمرو فعلا رجعت، وبعد يومين بالليل خرج بيها ووصلت المدينه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلها المسلمين افضل استقبال. واستمر الوضع ده 6 سنين كاملين. كان طول ال6 سنين دول كان بيجي لسيده زينب كبار من الصحابه وناس افاضل جدا عايزين يتجوزوها، لكن هي كانت بتقول لا. كان عندها امل ان زوجها يسلم ويجي المدينه وترجع له. لحد ما في يوم قبيل فتح مكه كان ابو العاص طالع بقافله لقريش للشام، وكان ساعتها في سريه للمسلمين بقياده سيدنا زيد بن حارثه طلعت عليهم وخدت القافله. بس ابو العاص نفسه هرب وجه عند جنح الليل والدنيا ضلمه، تسلل للمدينه وراح عند بيت زينب وخبط عليها. فقالت زينب مين؟ قال لها انا ابو العاص. ففرحت جدا وقالت له جئت مسلما ام مجيرا؟ قال بل جئت مجيرا. قال اجرناك يا ابا علي. شفتم؟ قالت له يا ابا علي، ابنه بتكنيه عشان تحنن قلبه ويسلم. حتى جاءت صلاه الفجر، وبعد ما رفع الرسول عليه الصلاه والسلام تكبيره الاحرام طلعت زينب المسلمين وقالت لهم يا معشر المسلمين إني زينب بنت محمد وقد جاءنا أبو العاص مستجيرا فأجرناه فأجروه يا أهل الإسلام. لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم خلص صلاة وبص للصحابة قال لهم أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله ما سألتني فيه، يعني ما قالتليش انها تعمل كده. وقال رسول الصحابة أجرنا من أجرتيه يا زينب. وجاء أبو العاص فعرض عليه الإسلام فرفض وقال أنا عاوز القافلة اللي كانت معايا أرجع بيها. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة وقال له رجع له القافلة. فقعد معاه زيد وقال له يا أبا العاص أسلم وخذ القافلة كلها ليك وخليك معنا. قال له والله أبدا لن أسلم حتى أرجع القافلة لأهلها حتى لا يقولوا أسلمت جبنا أو خوفا. شفتوا عزة نفس الراجل ده كانت عاملة إزاي؟ إن هو مش عاوز يقول لهم لا ده جبان وخاف أو كان طمعان في القافلة فعشان كده أسلم. وفعلا طول القافلة ورجع بيها تاني لمكة وقال لهم يا أهل مكة اللي ليه حاجة تعالى ياخدها. وبعد ما ادى الناس كلها فلوسهم قال لهم في حد ليه فلوس؟ قالوا لا. في حد ناقصه حاجة؟ قال لهم لا. قال لهم
أما وقد أعطي كل شيء حقه فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أسلمت؟ قال نعم، ولم أرد أن أسلم في المدينة حتى لا يقال أسلمت جبنا أو خوفا. شفتوا عزة نفس الراجل ده كانت عاملة إزاي؟ وبعد كده راح للمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ففرح المسلمين بإسلامه ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، إني أريد أن أرجع إلى زينب. فراح الرسول عليه الصلاة والسلام لزينب وقال لها: إن أبا العاص يريد أن يرجعك. فوافقت زينب على رجوع أبو العاص، وفعلا رجعوا وعاشوا مع بعض سنة كاملة لحد ما توفيت زينب. ولما ماتت حزن عليها أبو العاص حزن شديد جدا، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبوها كان بيخفف عنه ويقولوا: خفف عنك يا أبا العاص، بالراحة عليك في الحزن يا أبو العاص. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول لجوزها: خف عنك الحزن. فقال له: ماتت زينب يا رسول الله، ماتت حبيبتي وشقيقة قلبي. وما فاتش على الموضوع ده إلا كام شهر إلا مات بعديها أبو العاص. فرحم الله أبو العاص بن الربيع، ورحم الله زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قصة حب الجميلة اللي غلفها جمال الإسلام، وكان فيها معنى الحب الحقيقي الطاهر النقي اللي ما فيهوش أي أسباب من أسباب الدنيا. فرحم الله الجميع. أنا كده خلصت. السلام عليكم.